السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بقى هنعمل وصفة برضو من وصفات المدارس. هي بتاعت كل سنة طبعا، بتاعت طول السنة يعني، بس هي هتنفع اكتر في المدارس. دلوقتي التين رخيص اليومين دول، يعني هو ب15 جنيه، نوعا ما رخيص. تقدري تجيبيه. هنعمل من كيلو تين هنعمل مربى قد كده. يعني انا عايزه اقولكم ان كيلو المربى بره بقى ب40 جنيه وب50 جنيه، فاحنا كيلو التين ب15 جنيه. هنشوف هنعمل بيه ايه وهيطلع لنا كميه قد ايه. انا دلوقتي معايا كيلو تين، هقطعه قطع صغيره وبعدين هوريكم هنعمل فيه ايه، وهوريكم شكل القطع بعد ما اخلصها. هرجع لكم تاني واوريكم القطعه عامله ازاي. انا كده اهو بعد ما قطعته مكعبات صغيره خالص. هحط بقى عليه ايه، الكيلو، كل كيلو فاكهه. على فكره اللي انا هقوله ده يمشي على اي نوع فاكهه، سواء بقى تين، فراوله، مانجا، اي حاجه. كل كيلو فاكهه بياخد نص كيلو سكر. ممكن لو مش حابه هتكون مسكره قوي نص كيلو لحاجات بسيطه، بس هي تمامها مظبوطه. يعني كل كيلو بياخد نص كيلو سكر، فانا هرشرشها وهغرقها بالسكر ده من فوق ومن تحت، واخلي على الوش كمان. يعني الاكتر هسيبه على الوش، يعني هقلب شويه فيها حبه والباقي اكمله على الوش لحد ما تنزل ميتها. هلقاها ليله كامله، يعني هحطها وتاني يوم الصبح هعملها. انا كده غرقتها بالسكر كله نص كيلو، وهحطها في التلاجة ليلة كاملة. او يعني هي المفروض انها تتحط في التلاجة، ممكن تعمليها كده على طول بس تاخد وقت على النار. احنا بقى عايزين انها تنزل ميتها ونستفاد منها وما تقعدش كتير على النار، فانا هحطها بقى ليلة كاملة في التلاجة ونشوف بكرة هنعمل ايه. ده شكل المربى بعد ما باتت الليلة كاملة. نزلت المية بتاعتها. بعد كده هنحطها في حلة وهنحط عليها عصير ليمونة وهنحطها على النار تغلي. وبعد ما تغلي بقى هنوطي عليها وهوريكم شكلها بعد ما تغلي وتوطي عليها بقت عامله ازاي. ادينا ولعنا عليها اهي. وبعد ما تغلي بقى ممكن ما توطيش عليها عادي وتتابعيها عشان بس مش تلزق منك او تتحرق، لكن انا هوطي عليها بقى بحيث انها ايه تتعمل على نار هاديه كده على مهلها. بعد بس ما تاخد الغلو معانا حطيناها بميتها بكل حاجه فيها بالسكر بكل. هوريكم برضو ايه خطوه بخطوه، كل مرحله خطوه بخطوه. يعني لو هي سهله جدا ومش فيها اي حاجه ولا فيها اي تعقيدات. وخلينا متفقين ان المربى بتاعت بره بتبقى شفافه كلها، لانهم بيشيلوا قطع اللحم اللي هو القشر ده، بس احنا خساره هنرميه هنوديه فين، فبنحطه كله، فهتبقى ايه اللون اغمق سيكه بس اطعم وحاجه طبيعيه ونضيفه ومعموله في البيت واحنا ضامنين يعني هي ايه، واحنا اللي عاملينها بايدينا. يعني كفايه فرحه ان انت عاملاها بايدك في البيت. بصوا هي بقى لها كده اهي نص ساعه بالظبط، او نص ساعه مثلا و5 دقايق وتقريبا اتشربت. تعرفي ازاي انها استوت؟ تدوقيها هتلاقيها مديكه طعم المربى، والقطع اللي فيها مش طعم التين بقى، لا. تلاقيها مربى كده، يعني مش بتقرقش زي التين او ناشفه، لا تلاقيها كلها استوت. بصوا الجمال عامله ازاي، ما شاء الله، زي المربى بتاعت بره وانضف واحسن. وكمان بصوا كلها قطع تقيله. ممكن على فكره لو عايزه تضربيها بالهاند بلندر، يعني لو حابه مثلا، علشان مثلا مش حابه يكون فيها قطع كتير وتكون ايه يعني ايه تبقى سهله تتفرد معاكي. بصوا اهي انا كده بقى ايه هطفي عليها، لان انا خلاص انا كده شايفاها كده خلاص اتشربت اهي. خلي بالك سواء انتي مشدده النار عليها بعد ما هي غلت او موطياها، لازم تقعدي تقلبي فيها اول باول ايدك فيها، لانها بصوا بتلزق. لان كل ما الميه بتتشرب بتلزق ماشي. فهي ايه ما خدتش معايا حاجه. يعني انا عايزه اقول لكم نص ساعه وانا مخليه نار وسط، لان انا كنت مستعجله، يعني عايزاها مستعجله عشان ماشيه وكده. هسيبها بقى تبرد واغطيها زي مصفى او يعني حاجه شفافه، منخل حاجه زي كده. هغطيها وايه واوريها لكم بقى بعد ما بردت خالص، هنشوفها عملت ازاي. انا كده هطفي عليها لان هي كده خلاص بالنسبه لي كده استوت. ممكن اضربها ضربتين بس بالهاند بلندر، لان انا مش حابه تكون فيها القطعه دي كده. هوريكم بقى الشكل النهائي بتاعها. برضو نفس الطريقه يا جماعه هنفذها مع الفراوله. انا قطعت الفراوله وسبتها طول الليل مع السكر منقوعه فيها، يعني بنزل ميته كده وكل، ورحت حطاه في الحله وحطيته على النار. واول ما بدات تغلي وطيت عليها بعد ما كنت عاملاها على نار شديده، وحطيت عليها برضو عصره النص ليمونه، او لو مش عندك رشه ملح ليمون دي او دي.
وهتسيبيها تغلي لحد ما تتمسك كلها في بعضها وتبقى شبه قوام المربى. هتاخد معاكي على حسب بقى الكميه اللي عندك من نص ساعه لساعه، ممكن اكتر على حسب الكميه اللي عندك. دي برضو الفراوله اهي، انا حبيت اوريكم برضو هي تقدري برضو تضربيها بالهاند بلندر عشان يبقى ايه كل القوام بتاعها كله قطع على بعضها كده زي الجيلي كده. وزي ما قلتلك برضو تاني، لو عايزه تزودي السكر، عايزاها تبقى شبه بره بالظبط، بيزودوا سكر، بيحطوا ضعف الفاكهه سكر. فاحنا زي ما انت عايزه اعمليها. انا برضو هسيبها واوريكم بقى ايه النتيجه النهائيه في الاخر بتاعه ده وده. هنا بقى يا بنات دي مره تانية كنت بعملها وبالصدفه زاد مني ملح الليمون، ما كانش عندي ليمون فزاد ملح الليمون حطيته وانا ناسيه. عايزه اقول لكم بقى، فقعدت ازود سكر عشان اظبط القوام. بصوا بقى شكلها بقى عامل زي بتاعت بره بالظبط. عرفت هنا ايه اللي حصل لما حسبتها، لقيت ان انا حاطه سكر قد كميه الفاكهه مرتين 3. انتوا متخيلين؟ يعني انا تقريبا كنت حاطه التلت تقريبا فاكهه، ويعني كان كيلو بتاع وحطيت عليه كيس سكر او اكتر من كيس سكر، كان كيس ونص يا رب، كيس ونص. فلما جبت علبة مربى قديمة عندي بقى وبقرا اللي عليها، لقيت بقولك 40% لكل 100 جرام، يعني تقريبا التلت فاكهة فعلا ده اللي بتعمل، و60% سكر لكل 100 جرام مربى. فانا عرفت دلوقتي ان المربى اصلا بره بتبقى عبارة عن سكر وبس. فده وطلعت ده شكلها وده قوامها زي ما انتوا شايفين كده. فاللي عايز يعمل بقى يزود السكر عشان تبقى جيلي اكتر وشفافه اكتر. السكر هو اللي عمل من الاخر ماده الجيلي او نخليها شفافه اكتر. فانا برضو حبيت افيدكم بالموضوع ده لو حد عايز، بس ما انصحش، دي كلها كده سكريات. انت كده اللي انا عاملاها الاولانيه خالص دي سكر اكتر، او اللي هوريها لكم في اخر الفيديو بعد ما تعبت، دي قصدي فاكهه اكتر، انما دي سكر اكتر وما انصحش بيها، يعني مش حلوه للاولاد. احنا بنعمل بس حاجه تكون مغذيه وفيها الغذاء اكتر. فانا حبيت برضه اوريكم تجربتي في الاتنين. اما بالنسبه للفراوله للاسف ما صورتش الكميه اللي طلعت، بس انا كنت عامله 3 كيلو فراوله، عملوا لي 3 كيلو بالظبط مربى. يعني هي الكيلو فاكهه معايا مع نص كيلو سكر برميلي الكيلو مربى بالظبط. تعالوا بقى ايه اوريكم هنعمل ايه وهنعبيها وشكلها بعد ما شكلها النهائي. دي بقى الاولانيه مش التانية، دي اول واحده اللي هي في اول الفيديو في بدايه الوصفه كده اهي. بعد ما بردت تماما سبتها تبرد تماما، هنعبيها بقى في برطمانات معقمه او في اي حاجه تكون معقمه، تمليها وتعينيها في التلاجة. هتقعد معاكي في شهور، بس يكون معقم. ويفضل لو عندك مثلا ستريتش بلاستيك تحطيه عشان تضمني ان البرطمان يكون مقفول كويس ما يدخلوش هوا، او تحطي مثلا لو عندك ورق الكب كيك تروحي حاطاه عليه ومغطياه. هعبيها بقى واوريكم ايه شكلها وهي متعبي. بصوا هخلص بس وارجع لكم تاني. وادي مربى التين كده بقت جاهزه معانا اهو. ده كده كيلو ونص، اللي انا بعد ما حطيت الكيلو حطيت عليه نص تاني، نص كيلو تين يعني. فطلعت معايا بصوا البرطمان ده كيلو، يعني البرطمان ده وزن كيلو واحد اهو. بصوا 1 كيلو جرام، ده عشان كان فيها عسل. فهي ملت معايا برطمان ونص، والنص يعني شوفوا ده كمان، يعني هي ما بتخسرش، بالعكس ده بترمي معاكي. كل اللي احنا خسرناه ومش خسرنا، يعني احنا هو حطينا كيلو تين طلع لنا كيلو مربى، واللي حطينا نص كيس سكر ان شاء الله حتى بتاع التموين عادي هيطلع معاكي زي الفل، هيطلع معاكي مربى زي الفل. انا عايزه اقول لكم ان والله البتاع مغمقاها، بس هي بقى افتح من كده، يعني شبه بتاعه بره بالظبط. اتمنى تجربوها. بصوا عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بتمشي على اي نوع مربى، جزر، مش تين، فراوله، ان شاء الله حتى لو عايزه تعملي بتنجان ولا طماطم زي اخواتنا السوريين هيمشي معاكي اي نوع مربى عادي. جربيها وعلى ضمانتي. ومش تنسي بقى لو عجبك الفيديو حطي لي لايك، اشتركي في القناه اول مره تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كود جديد. مستنيين فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.